في اللجان الدينية، في المساجد، في مطاعم الرحمة، يعني نشوف عنصر الشباب حاضر بقوة في مثل هذه الأعمال الخيرية في شهر رمضان أسامة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا أولا بداية نشكركم على الاستضافة، الله على يخليك. منحنا الفرصة في بيت الجميع وإذاعة سكيكدا، بيت كل مرحبا بك. سكيكدي كل في مجاله، يعني أكيد. في المجال الجمعوي، المجال الإعلامي، المجال الثقافي، المجال الديني. إذاعة سكيكدا دائما تمنح الفرصة للجميع. أكيد. كل سكيكدي يحب يبرز نفسه إعلاميا ولا يعني في مجاله، إذاعة سكيكدا مفتوحة له. وشكرا، أكيد. نشكركم. مرحبا بالجميع طبعا. مرحبا نعم، بالجميع. جميل. عودة لسؤالك. بداية نتحدث ربما باختصار عن نعم. شهر رمضان. أكيد، تفضل. هذا الشهر العظيم أكيد. الذي نفرح بقدومه. نعم، لماذا نفرح بقدومه؟ لأنه شهر رحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن. هو الذي يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر الذي فيه أفضل ليلة من ليالي العام، ليلة القدر. صحيح. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا، وفي نفس الوقت لا أقول نحزن، ولكن نتأثر، نتعايش مع إخواننا المستضعفين في كل العالم، وخاصة في الجزائر، لأنه رمضان فرصة لاستذكار الضعيف، صحيح. لاستذكار المسكين، الإحساس به. للإحساس به. نعم. الإنسان يتفكر جاره الذي صح. بقربه، يتفكر أخاه، يتفكر العائلة الكبيرة، عائلته الصغيرة. صح. فهذه أهم فرصة أنا أراها، لأنه أهم هدف من صح. هذا رمضان أن نحس بالضعيف، بالفقير. نعم. نعم. وبهذا نرجع لك لسؤالك. نعم. على العمل الجمعوي والعمل التطوعي، فكاين وعي. نعم. يعجبني سؤالك، قلت فيه وعي، والله ما شاء الله. نعم. يعني لاحظنا كل عام يزداد الوعي. كل عام يزداد الوعي وهبة كبيرة، خاصة صحيح. من الشباب. نتحدث على مسجد الإيمان اللي جبناه اليوم عينة، لأنه أكبر مسجد في ولاية سكيكدا. أكيد. صح. وحتى المطعم، وأصبح عنده تقاليد اللي راح نحكيو عليها في هذا العام. نعم، عنده تقاليد. معظم المتطوعين شباب، يجوا المطعم الرحمة، يجوا المسجد. قبل ما بدا رمضان كانت حملة تطوعية كبيرة لتنظيف المسجد. صح. هذه داخلة في العمل التطوعي. جاو شباب المختلف ما شاء الله، وبداو ديك الحملة. انت واحد المطعم أستاذ هشام، تروح تشوف. انت وجيت يعني في أكثر من مرة جيت ولقيت يعني عدد كبير من الشباب. نعم. اللي هم اللي يقوموا بالأعمال، حتى اللي يتطوعوا. أنا شخصيا يتواصلوا معي، والله في أخ قال لي ما تذكرش اسمي، من كندا كل عام، من مونريال، يتطوع مبلغ. واليوم اتصل بي قال لي: أسامة، مطعم رحمة كيفاش؟ في سيدة دكتورة طبيبة من فرنسا قالت لي: سلام، مطعم رحمة. يعني كل عام يعني والله يعني تقاليد كما يعني هذه إرساء ثقافة جميلة، وهذا دور المساجد. يعني من خلال هذه اللجان الدينية إرسات يعني ثقافة التطوع، ثقافة المبادرة إلى الفعل الخير، يعني بين كل الناس، حتى ولو يكونوا كما قلت خارج الوطن، تبقى ذيك الصلة بينه وبين الوطن تاعهم. ما شاء الله. كما قلت أيضا، دائما عجبني تقديمك هشام، والكلمات تختارهم بدقة. الله يخليك. قلت ثقافة. نعم. أصبح التطوع ثقافة، وخاصة في رمضان أصبح يزداد، وأصبحت والعمل التطوعي يزيد الصلة بين المواطنين. احنا في الخارج عايشين. أنا كانت عندي تجربة في أوروبا. صح. وممكن كل واحد خرج ولو حتى خرجة سياحية. صحيح. يلقى إحساس. صح. يبقى كما نقولوا أطاشي، يبقى قريب للوطن، يبقى يحوس تاريخ، يرتبط بهذا الوطن. وبالعمل الخيري يفرح. والله كي يطوع واحد خارج الوطن ولا حتى داخل الوطن، والله يفرح بهذاك العمل، يحس روحه. فالثقافة هذه زادت والحمد لله. والمسجد لعب الدور تاعو. هنا المساجد من الأدوار الرئيسية يعني للمساجد. وحتى اليوم كان وزير الشؤون الدينية سيد بن مهدي كان عنده مرور في الإذاعة صباح هذا اليوم في أحد البرنامج، وأكد على دور المساجد خاصة في شهر رمضان، اللي هي تلعب دور كبير في تربية الأجيال، في يعني زرع عندهم روح حب الوطن. ومن أبرز سمات حب الوطن تكافل بين أفراد المجتمع الواحد. يعني وهذا ما يبرز مثلا في حالة مسجد الإيمان. يعني نشوفوا دائما تكافل، نشوفوا دائما يعني حتى في سكان الحي عندهم